عارف انهم كيعجبوكم التطبيقات اللي كيكون خطر، التطبيقات اللي كيكونوا ممنوعين، ما كاينينش في البلاي ستور، كيديروا شي حاجه اللي شويه خايبه، شي حاجه خطيره. نتوما التطبيقات هما اللي كيعجبوكم، ما كيعجبوكمش دوك التطبيقات العاديين اللي كاينين في البلاي ستور. لذلك في هذا الفيديو جبت لكم 3 ديال التطبيقات، ما غاديش نقول انها تطبيقات ممنوعه، ولكن خطيره للغايه. واحد فيهم تطبيق ممنوع هو التطبيق الثالث، التطبيق الثالث ممنوع، وانا شخصيا ما كنوصيكمش بانكم تخدموا به، ولكن الا بغيتوا تخدموا به دبروا راسكم. المهم 3 ديال التطبيقات غنحطهم بثلاثه في الجروبات ديالنا في الواتساب غدا ان شاء الله. غير دخلوا الجروبات واتساب. 3 ديال التطبيقات خطيره او لا ممنوعه ونقدروا نقولوا سريه. اوكي، نبداو مع التطبيق الاول. التطبيق الاول كنت شرحته بزاف المرات، ومع ذلك بزاف الدراري كيبقاو يقولوا لي حطيه لينا. شوف خويا، ما عندكش التطبيق في تليفونك، سير لوح التليفون بهذا المعنى، سير لوح هذاك التليفون، ما صالح لوالو. التطبيق بالحجم ديال 2 ميغا ولا ميغا ولا مع 3 كيخدم بالنجمه 3 باش نتفاهموا، ما يخدمش بالنجمه 6. ولكن تعرفوني علاش قلت هذا الشيء. صاحبي ما عندكش التطبيق، سير لوح التليفون، ما عرفت فين لوحو ما نسطع. علاش؟ شوف هذا التطبيق شنو كيدير. هذا كيعطيك بزاف ديال الايميلات جاهزه. سمعني اش قلت لك، كيعطيك بزاف ديال الجيميلات جاهزه. الجيميل ديالك بوحدك باش نتفاهموا، راه ما كيعطيكش انت الجيميل ومشي يعطي لواحد اخر هنا ويعطي لواحد، لا، كيعطيك الجيميلات ديالك انت. شوف بغيتي تصايب فيسبوكات بزاف، بغيتي تصايب انستغرامات بزاف، بغيتي تصايب حسابات في تويتر، في تيك توك، في اي بلاصه كطلب منك انك تسجل به. يعني ملي كتبغي تصايب الكونت كيقولوا لك دخل النمره ودخل الجيميل. انت ما عندكش بزاف ديال النوامر، ما عندكش بزاف ديال الوقت باش تبقى تصايب في الجيميلات، كتجي تدخل التطبيق ديالنا الحبيب. ها هو شتي، كيعطيك جيميل، ها هو كدير ليه كوبي، كيعطيك ماشي جيميل وانما كيعطيك بريد. كما كتشوف كيعطيك واحد البريد عادي جدا. يقدر يقول لك تفرج في فيديو عادي، نتفرج في اعلان، ولكن ماشي ديما كيطلبها باش نتفاهموا، نادرا فين كيطلبها. المهم كتاخذ كما كتشوف، ها هو صافي اعلان في 3 ثواني صافي. ها هو الايميل ديالنا تكوبا كما كتشوف، وكتمشي تحطيه في تيك توك، في انستغرام، في اي بلاصه باغي تصيفط هذاك الكونت، وكيصيفطوا لك بلي كيصيفطوا لك شي كود راه كيجيك هنا شتي، يعني كيولي ايميل ديالك. ومن بعد نفترضوا سيدي بغيتي تصايب بشي فيسبوك اخر عاوتاني، راه كتجيش كتجي تكليكي غير هنايا على موديفي، ها هي شتا، وكيبدلوا لك هذا الايميل هذا، يعطوك ايميل اخر. تفرج ها نشوف، انت ها هو ايميل اخر عاوتاني تمشي تصايب به حساب اخر بلي غيصيفطوا لك كود ولا شي رساله ديال التاكيد ولا شنو، راه كتجيك في هذه البلاصه هذه. ما تصايب ليا في الحسابات في تويتر، في انستغرام، في الفيسبوك، في الجيميل، كتجي تدخل هنا كتلقى ايميل جاهز. ولا بغيتي تسجل في شي موقع او اي حاجه، تدخل هنا تلقى عاطيك ايميل، ما تبقاش مبراك شحال ديال الوقت باش نصايب ايميل ولا نمشي نشري كارطه. وبالتالي التطبيق ديال طامب ايميل هذا تطبيق انا اعتبره تطبيق معجزه حقا، ناضي بزاف التطبيق في الاندرويد. التطبيق الثاني حتى هو غنقول لك، الا كان ما عندكش في تليفونك حتى هو غير سير لوحيه في لوح التليفون ديالك من السطح. شوفوا هذا التطبيق شنو كيدير، هذا ديال يونيفرسال كوبي، هذا الاغلبيه غيكونوا كيعرفوه لانه مشهور الصراحه. التطبيق الثاني اللي غنوريكم مشهور. شنو كيدير؟ نفترضوا سيدي انك داخل شي موقع، داخل شي بلاصه اللي ما كيعطوكش انك تكوبي فيها. انت مثلا كاين شي نص، نعطيك اي مثال، انا ندخل واتساب مثلا سيدي، غنوريكم علاش هذا التطبيق الثاني هو راه خطير بزاف. هذا التطبيق الثاني خطير بزاف لانه ما عندوش شي حاجه ما كتكوباش. شوف اي نص مكتوب في اي بلاصه كيكوبي، ما عندوش المستحيل، ما كاينش عنده. نعطيك غير مثال، هذه الكتبه اللي في الصور واش تقدر تكوبيها؟ ها هي شوف، هذه الكتبه اللي في الصفر، هاي ديال الرسائل راها مشفره اللي كاين هنا الفوق، واش تقدر تكوبيها؟ ما تقدرش، مستحيل تكوبيها. انت راه ما تكليكي ولا لا كوبيتيها. وهذا المشكل كيوقع لنا بزاف، كنكونوا داخلين بعض المواقع وكنلقاو فيهم نصوص ولا كودات ديال البرمجه، ولا كنلقاو فيهم بزاف الحوايج اللي كنبغيو نكوبيهم، ولكن ما كيخليوناش الاندرويد، السيستم ديال الاندرويد وداك المواقع ما كيخلوكش تنسخ هذيك الكتبه. هذا التطبيق ما عندوش قلت شي حاجه مستحيل عليه، اي حاجه كينسخها. شنو كدير؟ ها نشوف، كنجيو ندخلوا للتطبيق ديالنا هو هذا. طبعا خاصك تعطيه الصلاحيات اول مره عادي جدا، من بعد احنا غنخدموا، غيقول لك عطيني الصلاحيات، غنديروا بارامتر، غنجيو نعطيوه امكانيات الوصول. فين هو التطبيق؟ فين هو؟ ها هو، غنعطيوه امكانيات الوصول كما كتشوفوا، نديروا اوتوريزي كما كتشوفوا مباشره. من بعد مولا اوتوريزي عطينا الصلاحيات، غنعاود نخرجوا ندخلوا للتطبيق ديالنا بشكل عادي جدا كما كتشوفوا. ها هو اللي عندنا واحد الاشعار هنا، شفتوا؟ ها هو طلع اشعار. غنرجعوا ندخلوا لذاك الموقع ولا اي بلاصه فيها كتبه ما كتبغيش تنسخ لينا. مثلا انا عطيت مثال بالواتساب، انا غندخل الواتساب، شوفوا هذه الكتبه الصفراء اللي ما كتبغيش تنسخ، شنو كندير؟ كنهبط هذه الاشعارات وكنختار هاد مود سكاني. شتا هي مود سكاني، انا دورت عليها. شنو غيوقع؟ غير سكاني لك هاد البلاصه اللي هنا كامله كما كتشوفوا الاصدقاء، يعني سكان هذه الكتبه كامله، وانا غنكليكي عليها غتكوب. هنشوف شتا، ها هي الكتبه، انا غندير لها كوبي. اي كتبه هنا كتكوب، ها انا كوبيتها الاصدقاء، ها هي شفتوا، انا غنصيفطها. هي ولا ماشي هي؟
يعني اي كتبه كيكوبيها، ما عندوش المستحيل، ما عندوش شي حاجه ما كتنسخش. وبالتالي انا كنقول لك هذا التطبيق الثاني راه شوف هو الصراحه مشهور باش نتفاهموا، ولا كنتي ما عارفينش عاوتاني راه مشكله، والا كان ماشي في تليفونك واخا شفتي هذا الفيديو راه مشكله، خاصو يكون في تليفونك. التطبيق الثالث اللي عندنا اليوم هو تطبيق ممنوع كما سمعتي، تطبيق ممنوع وما كاينش في البلاي ستور. علاش ممنوع؟ لانه الانستغرام الذهبي. كاين بزاف الانستغرامات المعدله ممنوعه، وهذا هو الافضل على الاطلاق، لان دوك الانستغرامات الاخرين يا اما كيتقلوا يا اما ما محميينش بزاف، ولكن هذا كيبان لي هو الافضل فيهم بناء على تجربتي، وهذا ناضي. شنو كيدير الانستغرام جي بي ولا الانستغرام الذهبي؟ هذا الانستغرام صديقي كيخليك انك تهبط منه الفيديوهات تلقائيا، تهبط منه ستوريات، تهبط منه حتى الاوديوات، تهبط اي حاجه شفتها تقدر تهبطها من هذا الانستغرام هذا، وبالتالي بالنسبه لي هو الافضل على الاطلاق. تطبيقات بثلاثه الدراري. بالمناسبه هذا الانستغرام الذهبي كيخدم بنجمه 6، هذا كيخدم بلا كونيكسيون، وهذا اللي كيخدم بنجمه 3. المهم تطبيقات بثلاثه، سورتو هاد الجوج هادو الا ما كانوش في تليفونك فاسير في التليفون المسطح. على اي الدراري تطبيقات بثلاثه غدا ان شاء الله نحطهم لكم في الجروب ديالنا في الواتساب، او في الجروبات ديالنا اللي في الواتساب.